يشعر إنه ما في حل، الحياة صارت صعبة، الأمور كل ما لها تتعقد. أنت بتذكر الله وبتقرأ القرآن، عندك ختمات متتالية لكتاب الله، مع كده ما في انفراجة، الأمور كلها أغلقت عليك. أعرفي إنه الله يريد منك إنك تهدئي بس. رسالة الله لنا في وقت الإغلاق أن نهدأ ونطمئن بالذكر، نطمئن ونهدأ بذكر الله أول شيء. أنا عشان أقدر أشوف النور لازم ما يكون في زلازل تحت رجولي، طمأنينة، ما يكون في قلق وتوتر، أسوي كده ولا أسوي كده، أكلم مين، أستعين بمين، لا، أتركيها، والله العظيم أتركيها لله. مهما كان مشكلتك كبيرة قل آمنت بالله ثم استقم. خلي عندك الشيء الأساسي إني أنا متأكدة يا الله إنك أنت ما حتضيعني، أنا متوكلة عليك يا الله، اللهم إني يعني لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت. يعني سبحان الله، الإنسان لما نستعين بالله ولو بالدعاء، بالصلاة في وقتها، أذكار الصباح والمساء، الصدقات، شوية شوية تنفتح، ما تنفتح أبواب. أنت ما تشوفي حل حاليا في حياتك، ما حيتغير شيء ولا شيء، ما حيتغير، يمكن بالعكس تزداد سوء. لما تبدأ أنت تهدئي الله يوريكي إنه الدنيا هذه كلها حتنقلب فوق راسك. مشاكل مع زوجك، مشاكل مع أولادك، مشاكل مع أهلك، مشاكل مع الناس، مشاكل في الديون، الإيجار، سبحان الله، كل شيء كده يبدأ كده ينعفس، كل شيء يبدأ يتلخبط، ما تعرفي راسك من رجولك، تغلق عليك الأبواب ولا تعرفي أبدا طريق للخروج. هنا أعرفي أن الله سبحانه وتعالى أغلق عليك الأبواب ليفتح لك باب فقط، الاستعانة بالله، عشان قلبك ما يرى نور ولا أمل إلا في العودة لله سبحانه وتعالى. هنا أعرف إن الله بيناديكي، والله العظيم يا أختي أعرف إن الله بيناديكي، وإنت يا أخوي أعرف إن الله اصطفاك، وربنا ما يبغاك يعني تبتعد عن طريقه، عشان كده قفل لك طرق البشر، والله العظيم. وأنا ما يعني أنا واحدة منكم، بقول لكم الشيء اللي بيصير معايا. يعني أنا حكيت لكم حكايتي وكيف إني أنا عمري كله رايح وأنا بحاول أحل الأمور بالطريقة اللي أنا تعلمتها والطريقة اللي فهمتني هي الدنيا، وخبراتي كلها ما نفعتني، لا خبرات ولا علم ولا شيء. لما الله يغلق علي الأبواب ما نفعني ولا شيء غير إني أنا استعنت بالله. مع إني أنا شوف أنا ما يعني الحمد لله، يعني أنا في مجال التحفيظ 25 سنة، وحافظة القرآن من أنا عمري 18 سنة، ومعلمة قرآن، فأنا حفظت القرآن، ورأسا قبل ما أنا حتى أختم صرت معلمة قرآن. الله سبحانه وتعالى فتح علي في إني أنا أكون